حبيبي عامل ايه؟ ايه يا حبيبي، امال انت فين؟ اهلا، ازيك يما؟ بخير. طب اقفل دلوقتي عشان ست الكل جت. اقفل اقفل وهبقى اكلمك تاني. ازيك يما؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ امال فين منى؟ قلت لها ولا ايه؟ فتحت معاها الحوار حوار ايه اللي قلته؟ مش فاكر. اللي اتفقنا عليه يا ولا، انك تتجوز يا ولا. ده انت مسطول بقى. وادي قاعده، امال هي فين؟ وطي صوتك يما، وطي صوتك يما، منى تسمعك. هي دي حاجه تتقال يما؟ وطي صوتك والنبي عشان ما تحصلش مشاكل. ما جتش تصبح عليا ليه الست هاني؟ يا منى، يا منى، ما جيتيش تصبحي عليا ليه يا منى؟ اهلا يا ست الكل، ايه الصباح الجميل ده؟ يا صباح الفل، يا صباح الفل يا روح قلبي. مش تقولي يا احمد ان ماما جت؟ انت بقى تتغدي بقى معانا النهارده، تقضي اليوم معانا. انت فطرتي ولا لسه؟ انا هقوم اعمل فطار في ثواني، في ثواني. فطار ايه؟ انا لا هفطر ولا هتغدى، ده انا جايلك في كلمتين اتنين. صحصحيلي كده بقى، علشان ايه؟ هما كلمتين من القلب يخشوا القلب. وانتي حبيبة قلبي، تعالي اقعدي جنبي كده واسمعي الكلمتين دول، وهتدعيلي بعديهم وتقولي ايه؟ حماتي حبيبتي قالت. بصي يا روحي، مش كفاية عليكوا كده 8 سنين متجوزين مفيش حتة عيل كده يملى البيت، ولا حتى يقول لي يا تيتا؟ دلوقتي نفسك في حتة عيل؟ حسبي الله ونعم الوكيل، بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا رب. انا نفسي في حتة عيل يا منى، نفسي في حتة عيل يا احمد. هو انا السبب برضو؟ انا السبب؟ انا اللي اذيت نفسي؟ هو ده مش كان رأي حضرتك انتي واحمد؟ اسمع يا حبيبي، انت لازم تفهم مراتك ان ما ينفعش تحمل، انت لسه في اول جوازكوا يا ابني. لا يا ماما، حمد ايه؟ لا لا لا، انا فاهمه كل حاجه والدنيا تمام، ما تقلقيش. ده كان رأيكم ان انا اخد حبوب اول الجواز، بلاش نخلف. ما ينفعش، انتوا لسه في اول حياتكم وعلى ما تضمنوا مستقبلكم، وسنة في سنة في سنة في سنة. انتي نفسك في حتة عيل تبقى حفيد، وانا كان نفسي. كنت انا فين؟ قلبتي عليا الذكريات. ذكريات ايه يا اختي؟ ذكريات ايه؟ انتي بتلبسيها لي؟ دي اخرتها ان انا كنت خايفة عليكم، وخايفة عليكم في اول حياتكم. قلتلك اصبري ما تحمليش على طول، بس انتوا بقى اللي استحلتوها وخليتوها سنة في سنة في سنة في سنة. انتوا بتلبسوها لي، واستنى امل ايه؟ امل ايه يا حبيبتي؟ لا انا مش هستنى اكتر من كده. انا نفسي في حفيد، انا عايزة اشيل حفيدي على ايدي قبل ما اموت. يا امي انا نفسي تهدي يا امي، احنا بنحاول يا امي. بقولك ايه يا احمد، شوف لك حل. يا تتجوز واحدة تانية عاجبها اهلا وسهلا، مش عاجبها طلقها ولقحها. هي هتتحكم فينا ولا ايه؟ وكل حاجه بايد ربنا. ايه اللي انت بتقوليه ده يا امي؟ جواز ايه يا امي؟ يا امي انت جايه تخربي الدنيا كده يا امي، مش نافع اللي انت بتعمليه ده يا امي والله. يا امي يا امي بالراحه يا امي، يا امي ما تظلموهاش يا امي. مراتي ذنبها ايه بس يا امي؟ يا امي انت ترضيها على بنتك يا امي. يا امي اهدي، مش كده يا امي. خلاص، خلاص يا احمد هتختارها، وانا امك اللي كبرتك. هو ايه اللي انت بتقوليه ده يا امي؟ اختارها واختارك ايه يا امي؟ يا امي ما ينفعش يا امي، يا امي منى ما تسيبش البيت يا امي. يا امي اهدي بس، انا نفسي تهدي بس. اللي تشوفه. رايحه فين؟ تعالي بس انا عايزك في كلمتين. ودي قاعدة يا استاذ احمد. وبعدين في الموضوع ده هنفضل نتكلم فيه كتير. خلاص يما، ما دام انت مصره على حته عيل حته عيل وعايزه اتجوز، خلاص يما هتجوز يما، بس مش هطلق منى يما. منى دي مش هطلقها، شيل الحته دي من دماغك يما. يا ترى هيتفقوا على ايه؟ يا رب، يا رب استرها معايا يا رب. خد موقف، لا خد لك موقف معاها. شوف لك حل، انا خلاص اتقفلت منها. شوف لك واحده تتجوزها كده وتجيب لك حته عيل. انت حر، عايز تسيبها على ذمتك انت حر، عايز تطلقها انت حر، لكن انا عايزه حته عيل، وكلامي واضح يا احمد. انا بس مش عارف اجيبها لها ازاي، يعني الموضوع صعب، مش عارف. خلاص اتفقنا، سيب لنا بقى الطلعه دي، مالكش انت دعوه خالص. اتقل بقى يا منى. ايوه انا. تعالي يا حبيبه قلبي، تعالي يا حبيبتي، صلي على النبي. عاوزك كده في كلمتين، بس بالله عليكي كده اسمعيني للاخر، ما تقطعنيش. اولا حقك عليا يا بنتي ان انا كنت ضايقتك او اتعصبت عليكي. انت زي بنتي وانا زي امك، فحقك عليا يا حبيبه قلبي. ثانيا انا اتوصلت مع احمد كده الحل، وان شاء الله يرضي جميع الاطراف.
انت عارفه ان انا نفسي في حفيد، هيجرالي حاجه واشوف حفيدي. بصي يا حبيبتي، اقترحت على احمد كده يتجوز واحده، انا هجيب له واحده على قد حالها. انا عارفه واحده على قد حالها، عارفه ظروفها، يتجوزها يجيب منها حته عيل، والعيل ده هيتكتب باسمك انتي اللي هتكوني امه. هي ملهاش فيه خالص. والدنيا تمشي ونرضي جميع الاطراف. احمد متمسك بيك ومش عايز يطلقك، وانا مش عايزه اخلب البيت يا بنتي. انتي زي بنتي يا حبيبتي، وانتي عاقله وست البنات وست العقلين. دلوقتي بقت عاقله وست العقلين. تمام. فقولي لنا رايك علشان ما اكونش ظلماكي يا بنتي. دلوقتي بقى بتفكروا في حته عيل ونفسكوا فيه، وما فكرتوش فيا ليه؟ ما فكرتوش فيا ليه لما انا كان نفسي اجيب حته عيل؟ بعد اذنكم. ايه ماما الاخبار؟ هي كده وافقت ولا لا؟ انا مش عارف، انا لقيتها متعصبه كده وقامت. لا، وهي دي هتفوتني؟ ده انا هتكلم واتكلم 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 لحد اما اشوف اخرتها. في ايه يا منى؟ مالك يا منى؟ بقالي ساعة بخبط عليكي مش بتفتحي ليه يا منى؟ واتصل بيكي مش بتردي. خضتيني يا بنتي، فيه ولابسة اسود كده ليه؟ انتي ايه اللي جابك هنا؟ انتي ايه اللي جابك هنا؟ جاية بعد ايه؟ بعد ما جوزتيه؟ بعد ما جوزتيه ارتحتي بعد ما اذيتوني؟ انتوا اللي اديتوني علاج، انتوا اللي عملتوا فيا كده. حسبي الله ونعم الوكيل. انتوا جايين دلوقتي تقولوا لي عايزين حتة عيل؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. انت ترضيها على بنتك، جايه دلوقتي وتقولي منك لله امشي اطلعي بره بيتي، امشي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه كده الفيديو يكون خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه رايكم في القصه ومستنيين مننا ايه. بجد دي قصه حقيقيه اتعرضت عليا وقالت لي لازم تشوفي لنا اراء الناس، وبجد الله يقويها ويعينها على اللي هي فيه.